أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة هتكون دي أول حلقة من سلسلة هنسميها من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. في السلسلة دي هنتكلم عن العلماء العرب اللي كان ليهم فضل كبير جدا في الحضارة اللي احنا عايشينها دلوقتي، العلماء اللي اكتشافاتهم الطبية والفلسفية والرياضية هي اللي عملت الأساس اللي اعتمد عليه الأوروبيين بعد كده. يعني ببساطة احنا اللي بدأنا والعالم كله كمل بعدنا. هدفنا في السلسلة دي إننا نفهم الناس إن العلماء العرب كانوا سابقين في كل المجالات العلمية، ونوريهم إزاي إن عبقريتهم وأفكارهم أثرت على الحضارة الحديثة. وفي الحلقة الأولى دي هنتكلم فيها عن واحد من أعظم العقول في التاريخ، ابن سينا، الراجل اللي موسوعته الطبية فضلت مرجع في أوروبا لأكتر من 600 سنة، واللي فلسفته وعقله أثروا على العلم لحد النهاردة. يلا بينا نبدأ رحلتنا مع واحد من أعظم العلماء العرب. ابن سينا مش بس واحد من أعظم العقول في التاريخ، ده كتب موسوعة طبية كانت مرجع في أوروبا لقرون، وكمان رائد في الفلسفة والطب، وفلسفته لسه مأثرة في العلم لحد النهاردة. هنتكلم عن اكتشافاته الحقيقية والمساهمات العلمية اللي قلبت مجرى الطب والفلسفة، والعادات اللي خلت منه عبقري مش عادي. التفاصيل دي هتخليك تشوف العلم بشكل مختلف تماما. اتولد ابن سينا سنة 980 في منطقة قرب بوخاري اللي هي أوزبكستان دلوقتي. حفظ القرآن الكريم قبل ما يكمل 10 سنين، وبدأ دراسة الرياضيات والفلسفة والطب من وهو صغير. ومن طفولته كان فضولي جدا، يعني أي معلومة ما تعديش قدامه كده لازم يحللها ويفهمها كويس قوي. درس كتب الفلاسفة اليونانيين زي أرسطو وأفلاطون، وحاول إن هو يطبقها على الطب والحياة اليومية. ابن سينا بدأ يشتغل طبيب في بلاط الأمراء بعد ما أظهر براعة كبيرة جدا في تشخيص الأمراض. عرف يفرق بين الأمراض المختلفة بدقة زي مثلا الجدري والحصبة قبل ما يفهمها الطب الأوروبي أصلا. وكتب أول مؤلفاته الطبية والفلسفية قبل ما يتم 20 سنة. عاش في مناطق مختلفة زي بخاري وهمدان وفارس وبغداد، وكل مكان راحه كان بيستفيد منه خبرة ومعرفة، والخبرات اللي اكتسبها دي ساعدته إنه يقدر يعمل كتاب اسمه القانون في الطب، واللي أصبح مرجع رسمي في أوروبا لأكتر من 600 سنة. بالنسبة للطب، هو صنف الأمراض بطريقة منهجية جدا، ووضع تشخيص واضح لكل مرض، وكمان قدر يفرق بين الأمراض الجسدية والنفسية، ووضح تأثير العقل على الجسد. ده غير إنه شرح طرق علاجية للصداع النصفي والحصبة والجدري وكمان الجرب، وأول من وصف بعض أمراض الغدة الدرقية والغدد الصماء. ده غير إنه أكد على أهمية الوقاية والتغذية الصحية قبل ما يكون الطب الوقائي موجود رسميا. وبالنسبة للكيمياء والصيدلة، فكتب وصفات أدوية مركبة كتير جدا بطريقة علمية، وشرح تأثير الأعشاب والأدوية على الجسم بطرق مختلفة. ده غير إنه أسس قواعد تحضير الأدوية النباتية والمعدنية، وده ساعد بعد كده في تطوير الصيدلة الحديثة. وبالنسبة للفلسفة والمنطق، فهو ربط بين الفلسفة وعلم النفس عشان يقدر يساعد في تفسير سلوك الإنسان وصحته النفسية. مش بس كده، ده كمان دمج المنطق الأرسطي اللي هو الخاص فلسفة أرسطو مع الفلسفة الإسلامية لتفسير الطبيعة والوجود. وبالنسبة للفلك والفيزياء، فإنه درس حركة الكواكب وتأثيرها على الظواهر الطبيعية. ده غير إنه كتب عن الضوء والخواص المختلفة بتاعته زي الانكسار والانعكاس، وقدم أفكار مبتكرة جدا عن رؤية العين والضوء قبل ابن الهيثم كمان. ومن ناحية المنهج العلمي، فهو استخدمه في كل خطوة بيخطيها. استخدم الملاحظة الدقيقة والتجربة والاستنتاج كأساس لكل اكتشاف طبي وعلمي هو قدر يوصل، واعتمد على التجربة السريرية في الطب قبل انتشارها في أوروبا بقرون. ابن سينا كان بيشتغل لساعات طويلة، فضوله العلمي ما كانش ليه حدود، أي حاجة يشوفها أو يسمع عنها لازم يحللها ويكتبها. وحتى في أوقات مرضه كان لازم يقرأ ويواصل القراية والكتابة، وكان ذكائه الحاد وقدرته على الربط بين المعلومات المختلفة بتخليه يقدر يتفوق على كل علماء عصره. كتابه اللي هو القانون في الطب استخدم كمرجع في جامعات أوروبا لأكثر من 600 سنة. ده غير إن أفكاره الفلسفية أثرت على فلاسفة الأوروبيين كتير جدا. ابن سينا ترك إرث ضخم في الطب والفلسفة وعلم النفس، وساهم في تطوير المنهج العلمي الحديث. وتوفى سنة 1037 في همدان في إيران بعد حياة مليانة باكتشافات وتجارب علمية غيرت مجرى التاريخ. ابن سينا مش مجرد اسم بنسمع عنه أو بنقراه في كتب، ده واحد غير طريقة البشر في التفكير عن الطب والعقل والعلم كله. اكتشافاته اللي اتعملت قبل 1000 سنة لسه بتدرس لغاية دلوقتي،
وكل صفحة من حياته كانت خطوة للأمام للبشرية كلها. ابن سينا علمنا إن العلم مش بس حفظ معلومات، العلم فضول، تجربة، استمرارية، وربط بين الأشياء. في حلقتنا الجاية إن شاء الله هنتعرف على عالم تاني غير مجرى التاريخ. خليكم معانا من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروها مع أصحابكم. كنت معاكم آية عفيفي، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.